السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد اللي بلشته المناظر الحلوة اللي حاطينها بشهر رمضان في تاج مول. حبيت أصور لكم هالمنظر الحلو أكيد لتزيينات رمضان. وهون كان في محلات باث عاملة تنزيلات على عطور الجسم والشموع. أي منتج ب5 دنانير ونص. كان المنتج سعره حوالي 20 دينار. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم. شكرا لكل حدا اشترك وكل حدا انضم للقناة. الله يسعدكم، بارك فيكم وينولكم الجنة إن شاء الله. فيديوهاتي تكون بتنال إعجابكم. هون نبلش بيوم الجمعة. بعد ما روحنا هون شغلنا الفحم حتى إنه نشوي. اليوم صورت لكم سريع سريع لأنه بتعرفوا بوقت الشوي بكون في عجقة والكل مستعجل والكل بده ياكل. فقد ما في صورت لكم هذه التبولة. حطيت برغل، بندورة، بصل أخضر، بقدونس ونعنع أخضر، وزيت زيتون وملح وليمون، وبخلطهم بحطهم بالثلاجة قبل ما إني أقدمهم بالصحن، حتى بحب تنزل شوية من ميتها. وبلشتهم أشوي بالبتنجان حتى كمان أعمله متبل جنب. عملنا كباب جنب الكباب. كنت بدي أشويهم بالفرن بس قلت خلاص خلينا مدام الجو هو في شرقية كان، بس قلنا يلا مدام الجو مقبول خلينا نشويهم. طبعا هون اضطريت أقطع البندورة أنصاف لأنه كان ما عندي بندورة الشواء، فاضطريت أقطعها أنصاف حتى إنه نشويها. وبعد طبعا ما شوينا البندورة والبصل حطينا الكباب. بس قبل الكباب هي بفرجيكم التبولة اللي طلعت بتشهي، وصحن المتبل اللي عملته أكيد على الفحم. شويت البتنجان طلع طعمه رائع عن جد عن جد، كتير زاكي البتنجان ينشوى على الفحم. وبعدين جبنا الكباب طبعا أنا بحط بخلطته بقدونس، بصل، فلفل حار وبس، وبحط ملح. طبعا هون مخلوط لحمة عجل ولحمة خروف. هاي الكباب نزل على السفرة ومتبل وتبولة، أكلنا وحمدنا رب العالمين. وكمان شويت حبات بطاطا حطيتهم برق صغير. شوفوا ما أحلى الحبة كيف طلعت مقرمشة وبتشهي ومستوية. ما شاء الله دايبة دوب وطعمها بشهي كتير كتير. وبعدين اجى عبالي اطلع اعمل فنجان قهوة هيك على رواقة، قعدت جنب الكانون عملت فنجان قهوة على الفحم. انا بحب لما يكون في فحم اعمل شاي او اعمل قهوة. عملت فنجان قهوة صبيته وشربته، قعدت جنب الكانون في البرندة وشربته. وهذا كان فيديونا لليوم، لو انه قصير بس حبيت اشارككم يومي. وبشوفكم ان شاء الله بروتينات فيديوهات جديدة في الايام الجاي على خير. لا تنسوا الشير والاشتراك وتفعيل جر الجرس. وبتمنى انكم تشتروا قناتي، وبتمنى انه يزيدوا متابعيني واوصل 2000 متابع قبل رمضان. احكوا يا رب. قولوا امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.